الكويت أحر دولة على وجه الأرض، وأنا الحين مع أستاذ عيسى رمضان بنقيس درجة حرارة القار، درجة حرارة البراحة، بنراويكم التجربة. أبو أحمد. هلا والله، هلا، تعال كم؟ 76.3 درجة مئوية. يا ساتر. تمام؟ أقيس لكم أول شيء على الجسم الأبيض. كم؟ 58.5. الأخضر 65.4. 63.6. 66.0. حلو. خليه حق الأسود اللون الجميل 73.9. ليش؟ بس خلينا نقول حق الاخوان ان هذه درجه حراره الارض، ها؟ نعم. والاجسام، يعني سيارتك سوداء هالكثر توصل. الحين الساعه 2 إلى 5 الحراره اللي تسجل في الهواء، اللي هو الهواء وفي الظل. وفي الظل مثل هذه الحين شفتوا؟ كم وصل؟ تكون على الحراره تكون على 47.6. 47. هذا تسمعونها الان. واحمد، خلال 2 إلى 3 سنوات نقدر نقلل من درجات الحرارة في الكويت من 5 إلى 10 درجات ونقلل من الغبار؟ تفضل. لا 10 درجات، ولكن أقول لكم يا بكل صراحة كم مرة قلت الزراعة وكذلك اللي هو تغيير الألوان اللي موجودة. لاحظتوا الألوان شلون لها تأثير؟ ألوان البيوت اللي عندنا إياها لو تصير كلها بيضة تختلف. زين 10 درجاتك هذه اللي قلت لك كذا لأنها تاخذ الرعي الجائر. أبو أحمد، الرعي الجائر إن إذا الغطاء النباتي زاد حتى من اللي هي شنو النباتات الحولية راح تنزل لنا الحرارة. تنزل عوازل بيوتنا نفس الشيء تنزل الحرارة. نقيس درجة حرارة الضباب. شغل التكييف. شغل التكييف. تفضل. أهم نصيحة في هذا الحر أنك تنسم على الدرايش إذا أنت اضطريت تصفط بالشمس. لا تنسون أي كحول، أي مادة أو بطاريات، أي شيء سريع الاشتعال لا تحطونها بالسيارة. وإحنا ترى نهاية شهر 5 بعد ما وصلنا 6 و7 و8 جهنم جاية. الله يحفظكم جميعا. الله يحفظكم. الله يسلمك. الحر اللي احنا قاعد تصير فينا شيء مو طبيعي. أنا بحياتي وعمري ترى مو قاعد ما شفت درجات الحرارة قاعد ترتفع في 3 أيام. الله أكبر. من الستينات والسبعينات